ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده بقى هنعمل فازة سهلة في 5 دقايق، وشيك قوي، ونقدر نحطها على الكوستر بتاعنا. وهسيب لكم اللينك بتاع فيديو الكوستر في الديسكريبشن بوكس تحت، يا ريت نشوفه. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتدعموني علشان دايما تشوفوا كل جديد، ونطلع افكار جميلة وهاند ميد واعادة تدوير. انا جبت الجزء السفلي من ازازة عندي وقطعته، وبعد كده غلفت الجزء اللي تحت منه بورق الجوخ زي ما انتوا شايفين كده، وممكن كمان قطعة قماش زي ما تحبوا. وبعد كده جبت خيط خيش على شكل ضفيرة، ده بيتباع في محل الخيوط، بنقوله عايزين خيط خيش، بيتباع بالكيلو او ممكن زي ما تحبي مثلا ب20 جنيه او كده. وبعد كده بدأت ان انا الزقه على الازازة بتاعتي من تحت، وبحاول ان انا اثبت كويس قوي وانا بلزق. اهم حاجة الجزء اللي تحت ان هو يكون ملزوق كويس قوي، وفي نفس الوقت نحاول ان الشمع بتاعنا ما يطلعش بره علشان يكون الفينش بتاعنا في الاخر شكله حلو. هبدأ ان انا الف خيط الخيش على الازازة بتاعتي زي ما احنا شايفين. وبعد كده هبدأ ان انا جبت كرتون علشان املى من جوه الفازة بتاعتي بورق الكرتون او اي ورق، بحيث بس ان هي ما تكونش فاضية من جوه، و يعني تكون صلبة معايا. وجبت كمان فلين وبدأت ان انا ثبته بالشكل ده علشان بعد كده هبدأ ان انا اغرز فيه الورق. وجبت قطعة من قماش الجوخ ولزقتها كويس، وعملت فيها فتحات من فوق، بحيث ان انا لما اجي بعد كده ادخل منها الورد اعرف ادخله واثبته في الفلين. وبرده بثبته بالشمع بتاعي علشان يكون جامد معايا وما يفكش ويقعد مدة طويلة. آم، وبصراحة شغل الهاند ميد ده من اكتر الحاجات اللي بنطلع فيها الطاقة السلبية، ونقدر نستغل الاجازة بتاعتنا في حاجة مفيدة وجميلة. وكمان نقدر ان احنا نعمل مشروع وبيكون مربح قوي قوي. ناس كتير شغالة في الحاجات دي وعاملة المشروع بتاعها. حتى لو انتي لسه طالبة تقدري تشتغلي في الحاجات دي في اوقات الاجازة والفراغ، وتسلي وقتك، وفي نفس الوقت يكون شغل ليكي مربح وحاجة كويسة قوي. بعد كده خلصت لزق ال- الخيط الخيش بتاعي، بس بحاول ان انا اثبته كويس قوي، وكمان اخر قطعة دي لازم تتثبت كويس قوي. وبعد كده جبت الورد بتاعي. آه زي ما انتوا شايفين انا جبت كده قطع من الزرع بتاعي، بحيث بس بزين من تحت. نقدر نزين كمان بخرز او اي حاجة موجودة عندنا في البيت، بحيث نستغل كل حاجة عندنا في البيت ان احنا نطلع في الاخر شكل جمالي وحاجة جميلة، ونقدر نحطها في البيت او نديها هدية لحد. ما ننساش نشترك في القناة ودعموني بلايك وسبسكرايب.